السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم من جديد. الناس طلبت مني طريقة المايونيز وحبيت اسوي لكم اياها على طريقة المطاعم السورية الأصلية، ان شاء الله تكون تعجبكم النكهة. انا راح اسويها بتيست عالي وان شاء الله بيعجبكم. وهي راح اعطيكم هلا المقادير، وهي المقادير الموجودة هلا عندي: 5 اسنان توم، بيضتين، 5 معالق نشا ذرة، عندي كاستين زيت اونا، كاستين شاي طبعا، معلقتين ملح صغار، نص كاسة ليمون، معلقتين خل أبيض، إذا مو موجود الخل الأبيض معلش خل تفاح، بس الأفضل يكون خل أبيض، معلقتين كبار تبعت الطعام، 3 كاسات مي مشان الغلي، 3 كاسات مي بهذا القياس. بدي كمان نص كاسة مي، هي مشان أنا بدي دوب عليها، بدي دوب فيها النشا. وهلا نرجع لكم طريقة التحضير بس لتغلي المي. وهلا راح ندوب النشا، هي 5 معالق نشا، وهي الخامسة. طبعا راح ندوبها بمي باردة، حصرا مي باردة مو مي سخنة. هي راح نستخدم الشوكة مشان التدويب. وهي هلا داب النشا، شايفين شلون اخواني صار؟ هلا هيك بس تغلي المي هون بننزلهم على مهلنا، ونحن عم نحرك تحريك. هلا بس عم نستنى لحتى تغلي المي، تحريكه بسيطه لهدول النشايات لانه بيكونوا رسوا بالسفل. وهلا شوفوا الطريقه شلون، مع تحريك سريع، هو ما بيجبل بس مع تحريكه سريعه. شايفين شلون؟ هلا نحن بنستنى عليها هيك لحتى يروح اللون الحليبي، يرجع لونها شفاف. هاي طريقة النشا سهلة كتير وما في أسهل منها تحضير المايونيز. شايفين راح لون الحليبي، راح صار لون شفاف. شايفين ما أحلاها ليكم. هلا نموس عليها شوي صغيرة بس منشان اطبخها شوي صغيرة، يعني أقل من دقيقة، نص دقيقة تقريبا. بعمل لها هيك، ضل بعمل لها تحريكة مشان تروح طعمة النشا على الآخر. شايفين ما أحلاها طلعت؟ ولا أسهل من هيك. هي طريقة المطاعم يعني السورية، كل المطاعم بهذا التست هيك بيشتغلوها. طبعا اللي بيشتغل تست عالي يعني. وهلا رجعنا لكم بعد ما برد النشا، راح افرجيكم الطريقة خطوة بخطوة، تمشوا معي خطوة بخطوة. هلا بننزل البيض، وبننزل توم، نضربهم ضربة صغيرة مع الخل الأبيض. تمشوا معي خطوة بخطوة، لأنه إذا غيرتوا بالخطوات بيختلف المايونيز كلياته. نستنى لحتى يذوب الثوم على الآخر. وهلا خلصنا ضرب الثوم والبيض والخل، بنصفيهم مظبوط وبننزل لهم هلا معلقتين الملح الصغار، وبننزل معهم نص كاسة الليمون، نضربهم ضربة تانية خفيفة مشان يتجانسوا مظبوط مع بعض. وهي هلا خلصنا ضربهم. هلا بدنا ننزل النشا، ننزل الكمية اللي بدنا اياها. شايفين ما احلاها النشايات الحليبي منهم؟ شايفين نشايات ما احلاها؟ راح اللون الحليبي منهم، صاروا شفافين. هلا نزلنا النشايات كلياتهم وبنعمل لهم ضربة قبل ما ننزل الزيت عليهم. وهلا نزلنا النشايات كلياتهم ونعمل لهم ضربة قبل ما ننزل الزيتات.
ننزل شوية زيت، تقريبا كاسة زيت. عشان تمشي المكنة مظبوط. نريد نزيد زيت عشان يتجانس مظبوط مع بعضه. هاي الكاسة الثانية. وهلا راح يخلص المايونيز. ان شاء الله تكون عجبكم الطريقة ولا اسهل من هيك. شوفوا شلون، شايفين شلون داب الثوم وداب كل شيء وجميدة وما احلاها. شايفين ما اظرفها ولا اطيب من هيك. لا ان شاء الله يكون عجبكم المايونيز. شايفين ما احلاها، حلوة وظريفة وشغلة على الاخر يعني. وان شاء الله برجع لكم بفيديو جديد. انتم كمان اكتبوا لي بالتعليقات شو بدكم اكله لحتى اسوي لكم اياها، ولا تنسوني من دعواتكم، ولا تنسوا كمان تشغلوا زر الجرس وتشتركوا بالقناة. وكان معكم الشيف احمد الدمشقي. السلام عليكم.